السلام عليكم اعزائي متابعي قناه يوميات عمر وغيث، رجعنا لكم اليوم باكله جديده وغريبه، كلكم سامعين بالكباب، كباب الساطور، كباب السمسم، كباب اربيل، كباب تركيا، بس انا اليوم عندي وياكم كباب ابو شوارب. شنو هو كباب ابو شوارب؟ طبعا احنا سامع به هاي الشغله، مو ابو شوارب معكم هجران، لا، كباب ابو شوارب، شغله جديده، طريقتي الخاصه. بس قبل ما اوديكم اعلمكم عن طريق تنسوا اللايك والاشتراك، تفعيل جرس الاشتراك والتعليقات، واهم شيء ارائكم وطلباتكم. عندنا طلبات هوايه على الريزو، ان شاء الله يوم الثلاثاء راح اسوي لكم الريزو، لان هوايه حاليا قاعد الريزو، ونرجع وياكم للاكله كباب ابو شوارب. شنو كباب ابو شوارب؟ ورجعنا لكم على كباب ابو شوارب. كباب ابو شوارب، اول شيء نحتاج الى نص كيلو لحم مفروم، ملح، فلفل اسود اكيد، بابريكا اكيد، هاي صديق راح اموت عليه، بصل مفروم عصروه، مو ويا المي مالته، ينعصر من المي مالته، اهم شيء هاي الفقره، ينعصر لين يلكع ويا الكباب. خلي من البقسمان، ثوم فصين ثوم مفرومات، معجون طماطم ملعقتين، بصل مفروم بصلاية واحدة طبعا، وعندنا هاي شنو هي؟ ما حد يعرف، ما حد معجون، هاي معجون الفليفلة، معجون الفليفلة اللي هي هاي شكلها. وش نحتاج؟ نحتاج سباكيتي. امشوا ويانا نرجع للطريقه مالتي، بس قبل ما نروح ما اوصيكم اللايك يعني هذا لكم لايك. وارجع لكم طريقه عمل كباب وشارب. مثل ما قلنا لكم نص كيلو لحم مفروم، نجيب البصل اللي عصرناه من المي، نجيب البصل من المي اهم شيء، رشه ملح قليله، فلفل اسود خفيفه، بابريكا ربع، ملعقه، بقسمان 3 ملاعق صغيره، نعجن. طبعا ما عجناها زين، نخلي شويه زيت زيتون، اذا تريد تحط زبد بعد احسن. ملعقه صغيره زيت زيتون، صارت بهالطريقه هاي. ورجعنا لكم كباب ابو شوارب، ناخذ سباكيتي كم قطعه، هذا صار اول شيء يشوي مال ابو شوارب. اول شيء يشوي مال ابو شوارب. مثل ما قلنا لكم طريقة عمل كلش سهلة، كباب وشوارب. لا تنسون اللايك والاشتراك، تفعيل جرس الاشتراك اهم شيء. هاي كل من هذني
تروح مرجعكم. كملناها هسه. وهاي اثناء احنا شو نسوي؟ راح نحضر الفرن بشغله. راح نحضر الصلصة. بعد ان جبنا الجدر نحط شوية زيت. طبعا شوي نجيب البصل. نجيب معجون طماطم هسه. بعد شوي استوى المعجون. ملعقة ملح، نصف ملعقة فلفل اسود، نصف ملعقة بابريكان، نحمسها بالفلفل، ملعقة ونص لتر مي، بعد شوية جانست المواد ما يتفور هواية عم تتلكى عندنا. بعد ان دهنا نجيب الشاش كباب بشوارب. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشتراك. كملنا الصينية نجيب السوق الصوص نديره على الكباب والشوارب. لازم نحط هيجي ما يسحب فوق الشي شوية. بس نجيب ورق تصبير نغطسه لازم. نجيب سيليكون، نجيب ورق السيليكون نحكمه بقدر. ورجعنا لكم بعد 45 دقيقة. شوينا على الفرن نفتحها. طلعت كباب وشوارب. هاي الشوارب شوفوها. هاي كملنا على بشوارب. هاي الشوارب حياتها كباب بالشوارب. قيمانهن الفيديو. هاي الشوارب بعضها. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشتراك. اهم شيء تعليقاتكم ولايكاتكم. منتظرونا يوم الثلاثاء على الريزو. قلنا على بشوارب. هاي الشوارب حياتها كباب بالشوارب. قيمانهن الفيديو. هاي الشوارب بعضها. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشتراك. اهم شيء تعليقاتكم ولايكاتكم. منتظرونا يوم الثلاثاء على الريزو.